صاحبة تاني أجمل عيون في السينما المصرية بعد زبيدة ثروت. بسبب جمال عيونها أطلقوا اسمها على موديل ماركة عربيات شهيرة، لدرجة إن الناس نسيوا اسم الماركة دي وافتكروها باسم الشهرة عربية عيون، وبقى الناس يقولوا فلان راكب عربية عيون ويقصدوا بيها عيون صفية العمري. عن صفية العمري بنتكلم وقصة جديدة من قصص حياتهم. بس قبل ما نحكي الحكاية رجاء الاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. في 20 أكتوبر 1949 اتولدت صفية مصطفى العمري في المحلة الكبرى، وكانت واحدة من 6 إخوات بنات. عاشت في أسرة بتتميز بالترابط الأسري. والدها كان مقاول معماري متخصص في الزخرفة الإسلامية، وأثناء دراستها في المدرسة اتأثرت بأبوها فتعلمت الرسم، وكانت أول لوحة شاركت فيها في مسابقة مدرسية حصلت منها على 15 جنيه مكافأة. كمان اتعلمت العزف وتمنت إنها تكون عازفة موسيقى أو راقصة باليه. ارتبطت في مرحلة الشباب بشاب اتعرفت عليه أثناء دراستها، لكن أسرتها رفضت الارتباط بالشاب ده وبعتوها اسكندرية، وهناك درست في كلية التجارة. وأثناء زيارتها لأختها المتجوزة في القاهرة اتعرفت على الفنان جلال عيسى، ونشأت بينهم قصة حب انتهى الأمر ده بالجواز. وعشان كده صفية ما كملتش تعليمها في الوقت ده وخلفت منه ولدين هما وليد وأحمد، لكن انفصلوا بعد كده لما اكتشفت إنه كان متجوز من واحدة تانية، فقررت الانفصال عنه ومرجعش تتجوز مرة تانية لفترة طويلة. وبعد انفصالها قررت تكمل دراستها مرة تانية ورجعت تاني تدخل جامعة اسكندرية، ورفضت الجواز خالص. بعد كده اتخرجت من كلية التجارة واتجهت لدراسة اللغة الروسية، وأتقنتها بطلاقة أهلتها للعمل كمترجمة، فاشتغلت مترجمة للغة الروسية في المؤتمرات الدولية. لكن العمل في الترجمة ما كانش بيرضي طموحها ولا كان منتهى أملها. كان نفسها تشتغل موديل أو عارضة أزياء أو ممثلة، وليه لأ؟ وفعلا دخلت عالم الإعلان واشتغلت موديل، وظهرت صورتها على غلاف واحدة من أكبر المجلات في الوقت ده، فلفتت ليها الأنظار بجمالها الطاغي، وخصوصا عيونها المسحوبة بشكل مميز ومثير، شكل مختلف عن المألوف وحاجة ما وردتش على الناس قبل كده. قلنا إن صورتها لفتت ليها الأنظار، وكان من بين الناس اللي لفتت نظرهم المنتج الشهير رمسيس نجيب، اللي ياما اتخرج من تحت إيديه فنانين وفنانات. وأول ما شافها بحلق في الصورة وعمل زي ما عمل أرشميدس بالظبط، لكن عشان كان الجو شتاء والدنيا برد ما قدرش يجري في الشارع عريان، واكتفى بالصراخ بس. صرخ وقال بس وجدتها، البنت دي تلزمني، انا ما شفتش حاجه زي دي قبل كده. وبعت لها وقال لها انا عاوزك. ومن هنا بدأ دخولها عالم التمثيل والشهرة، وكان عمرها وقتها 25 سنة. بدأت حياتها الفنية سنة 1973 لما رشحها المنتج رمسيس نجيب في فيلم البنات لازم تتجوز، وبعدها بسنة واحدة قدمت فيلمها الرائع العذاب فوق شفاه تبتسم مع النجم محمود ياسين، وكان فيلم من الأفلام المميزة في السينما المصرية اللي كان من إخراج مخرج الروائع حسن الإمام. لكن بمجرد ما قرأت السيناريو اعتذرت وقالت له أسفة مش همثل الفيلم ده. ليه يا ستي دي بطولة؟ قالت له لا، المشاهد معظمها مشاهد عريانة وإغراء وأنا مش هظهر بالشكل ده أبدا. قال لها الدور ده أنت بتجسدي فيه شخصية زوجة خاينة، لكنها أصرت على موقفها لحد ما تدخل منتج الفيلم رمسيس نجيب وأقنع المخرج بوجهة نظر صفية اللي أدت الدور بطريقتها الخاصة، ونجح الدور فعلا والفيلم حقق نجاح كبير. بعد كده توالت عليها الأدوار في السينما والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها شخصية نازك السلاحدار في رائعة أسامة أنور عكاشة ليالي الحلمية، وفيلم العذاب فوق شفاه تبتسم. كمان اشتغلت في مسلسل أحلام الفتى الطاير والأيام وهوانم جاردن سيتي وعفاريت السيالة. أما في السينما فاشتغلت في عدد كبير من الأفلام، منها البيه البواب وعلى باب الوزير وأسوار المدابغ. وفي سنة 1997 اختارتها الأمم المتحدة سفيرة للنوايا الحسنة. ده عن مشوارها الفني. أما عن حياتها الخاصة فصفية العمري اتجوزت مرتين. الجوازة الأولى كانت من الفنان جلال عيسى اللي اتعرفت عليه زي ما قلنا أثناء زيارتها لأختها المتجوزة في القاهرة، وخلفت منه ولادها الاثنين أحمد ووليد جلال عيسى، اللي وافق على شغلها في السينما على أساس إنه دور أو دورين وتفشل في التمثيل وترجع لبيتها تاني. لكن ده ما حصلش، زي ما بيقولوا كده خرج ولم يعد. نجحت صفية من أول دور ليها وانهالت عليها العروض، فحس جوزها بغيرة من نجاحها، لكن الجواز ده ما استمرش
أما عرفت إنه متجوز عليها فاتطلقت منه بعد ما خلفت ولادها الاتنين اللي اتمسكت بيهم وما رضيتش تتخلى عنهم. لكن بمجرد ما الأولاد كبروا قالوا لها باي باي ماما صفية وطيران على ماما أمريكا. حست بصدمة كبيرة ازاي تضحي بشبابها وحياتها عشان ولادها وفي الآخر يسيبوها ويتخلوا عنها ببساطة، وهي اللي وهبت لهم حياتها وشبابها ورفضت طابور الخطاب اللي وقفوا على بابها. وأما حست إن قطر عمرها بيجري بسرعة وافقت تتجوز واحد من كبار المسؤولين في الدولة، وكان قريب جدا من حسني مبارك. قدم لها مهر قصر فخم جدا في المقطم، قصر حقيقي مش قصر في الخيال. لكن الراجل ده كان له شرط واحد، إن الجواز يبقى عرفي وفي السر. ليه كده يا معالي الباشا؟ فقال لها إن الرئيس رافض أي حد يكون شغال معاه يتجوز فنانة، وكفاية اللي حصل أيام هوجة جواز الضباط الأحرار من الفنانات، علي شفيق ومها صبري، المشير عامر وبرلنتي عبد الحميد وغيرهم. المهم وافقت على الشرط ده وحبت جوزها واتأقلمت على الحياة الجديدة معاه وعاشت معاه في سعادة، وحست إن الدنيا صفيت لها من تاني. لكن عشان مفيش سر بيفضل سر للأبد، رجع لها في يوم وشكله متغير. مالك يا باشا في إيه؟ قال لها السر انكشف. سر إيه؟ قال لها سر جوازنا والرئيس عرف. بصت له كده وفي عينيها الحلوين ألف سؤال، لكن لسانها ما طوعهاش تنطق بحرف، وما كانتش عارفة تتكلم وركزت عيونها مستنية هينطق يقول إيه. وببطء شديد وكأن الكلمات مش راضية تخرج من بقه قال لها الرئيس خيرني بين استمرار جوازنا وبين وظيفتي ومركزي اللي تعبت طول عمري لحد ما وصلت له. فضلت صفية ساكتة واتجمدت كأنها تمثال من الشمع وهي بتستنى قراره النهائي وتتلقى معاه تاني صدمة لها في حياتها بعد فراق أولادها. جوزها اختار المنصب والوظيفة وقرر يتخلى عنها. ما قدرتش تتحمل الصدمة فأصيبت بالتهاب العصب السابع اللي أدى لحدوث شلل في الجنب الشمال من وشها، وبقت مش قادرة تتحكم في نص وشها. ما زالت صفية العمري بتعاني من شلل العصب السابع وعدم قدرتها على التحكم في نص وشها إلى الآن. دي كانت لمحة عن حياة صاحبة تاني أجمل عيون في السينما المصرية بعد زبيدة ثروت، الفنانة صفية العمري. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.